سنة 1987 قبل نهائي أفريقيا اللي كان ما بين الأهلي والهلال السوداني، قبلها ب10 أيام كان في ماتش ما بين الأهلي وغزل المحلة. كان الكابتن محمود الخطيب مصاب وبدأ يلعب في الماتش ده عشان يبدأ يستعيد لياقته ويجهز نفسه إن هو يلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا. في كورة جت لاعب من غزل المحلة دخل بستارز رجله في وش الكابتن الخطيب. على أثر الإصابة دي الخطيب قرر الاعتزال تماما. يوم 30 أكتوبر سنة 1954 كان العالم كله على موعد مع مولد أعظم موهبة كروية مصرية، محمود الخطيب. اللعيبة اللي اتمرنوا مع الكابتن محمود الخطيب قالوا إن هو في التمرين كان بيعمل حاجات جميلة جدا غير خالص اللي بيحصل في الماتشات. يعني اللي الناس بتشوفه في الماتشات الخطيب بيعمل أضعافه في التمرين. الخطيب كان عليه لمسة سحرية جميلة جدا تعجب أي حد. مفيش حد ما يحبش الخطيب، مفيش حد ما يحبش بيبو. يوم اعتزال الخطيب كل الجماهير اللي كانت موجودة في الملعب هتفت بجملة واحدة: لا يا بيبو، لا لا، مالكش حق. محمود الخطيب كان الهداف التاريخي للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا او في البطولات الافريقيه عموما ب 37 هدف. محمود الخطيب كان مع المنتخب في بطوله 86 اللي اتلعبت في مصر واخدها المنتخب. محمود الخطيب كان اول لاعب مصري في التاريخ ياخد جايزه احسن لاعب افريقي اللي هي بتقدمها الفرنسا فوتبول، ومن بعده ما اخدهاش اي حد مصري غير محمد صلاح. او تختلف معاه وهو دلوقتي رئيس النادي الاهلي على قدراته الاداريه ونجاحه من فشله، لكن مفيش اي حد يختلف على امكانيات محمود الخطيب كلاعب، وفي ناس كتير بتصنفه على انه افضل لاعب في تاريخ الكره المصريه. احمد بدر يصفر والخطيب هوبا مصطفى بره يا خطيب قوات النبي وشاط على قدام الخطيب جول على لسوي الخطيب يعدي ماشي